المصداقية هي الأساس. علشان كده في فيديو النهاردة أنا جبتلك آخر كيس توم متبقي عندي من السنة اللي فاتت، زي ما انتوا شايفين معايا كده أبيض وزي الفل، ولا لونه بقى أخضر ولا لونه بقى أحمر ولا الألوان الغريبة اللي بنسمع عنها اليومين دول. بعتمد الطريقة اللي انتوا هتشوفوها معايا النهاردة ديت أكتر من كذا سنة، مريحاني وبسيطة وسهلة ومش هنرمي ولا أي حاجة من التوم اللي انتوا شايفينه معايا النهاردة ده. تابعوا معايا الفيديو للآخر، ولو شايفين ان انا بقدم لكم محتوى هادف شجعوني بلايك كتير ونبدأ مع بعض ونقول بسم الله. مبدئيا كده التوم اللي هنشتريه هو التوم الابيض مش الاحمر اللي هو البشاير، اللي هو بيبقى لسه كده ايه طالع جديد. بالمناسبه كده عايزاكم تنزلوا وتقولوا لي انا اتضحك عليا ولا لا النهارده. اصلا انا اشتريت ال6 كيلو توم دول، الكيلو ب20 جنيه، انتوا بقى عندكم بيتباع بكام؟ المهم بتروحي تجيبي التوميه وبتشيلي اول طبقه فيها بس، اللي هي الطبقه اللي مش نظيفه، وتقسميها ل4 اجزاء. طبعا العروق اللي انتوا شايفينها معايا دي انا مش هرميها، انا هستخدمها، وهتشوفوا دلوقتي هنستخدمها في ايه. بعد ما بتقطعي الكميه كلها وبتنضفيها، وهي طبقه واحده بس اللي بتشيليها من التوم، لو قعدتي تشيلي كذا طبقه التوميه هتخلص معاكي. بتضيفي لها معلقتين كبار من السكر، ايوه السكر، ما احنا النهارده مش هنضيف الا السكر ومكون تاني بس. وتقلبي تقلبتين وتجيبي بقى بقيه العروق اللي قلتلك عليها. اما العروق بقى اللي انتوا شايفينها معايا دي، فانت هنا هتفضلي تقشري فيها لحد لما توصلي للقلب، اللي هو الجزء اللي انت شايفاه معايا ده. انا مش عايزه القشر اللي فوق الخارجي ده، انا عايزه العروق الصغيره الرفيعه اللي انتوا شايفينها دي. بعد ما بتخلصي الكميه بتجيبي الكبه بتاعتك، يا ريت الكبه هنا تبقى كبيره عشان تاخد معاكي الكميه ايه كلها وما تتعبيش كتير. بتضيفي الاول كميه الثوم وما تضيفيش كتير، يعني اقسميهم على نصين، معلقتين كبار من الزيت، وتبتدي ان انت تضربي كويس جدا لحد لما تفرميه ويبقى ناعم معاكي. الله يا نشوى، انت مش هتضيفي ملح ولا خل ولا ليمون ولا كمون ولا اي حاجه من الحاجات دي، واحنا عاملين سلطه ولا ايه؟ ده احنا بنخزن توم يا جماعه. المهم بعد كده بتروحي بقى تفضلي تضربي فيه لحد لما ينعم معاكي ويبقى معاكي بالشكل ده. طب يا نشوى انا عملت التوم بنفس الطريقه اللي انت عملتيه بيها دي بالظبط، وطلع معايا برضو لونه مخضر كده شويه او لونه احمر، مش فاكره الحقيقه الالوان اللي بتقولوها ايه. ممكن تعمليه ويطلع باللون ده. عارفه ليه؟ لان انت ما بتشتريش توم بلدي، انت بتشتري التوم الصيني، فبالتالي بيطلع لونه مختلف. لكن اللي احنا بنعمله النهارده ده التوم البلدي يا جماعه. بعد ما بخلص الكميه كلها ما بغسلش الكبه، بخليها زي ما هي كده، واضيف العروق اللي انا قلت لكم عليها، ومعاها فلفل، ومعاها كمان معلقتين كبار من الخل، ومعلقتين كبار من الزيت، ومعلقه كبيره من الملح، وهتبقى معاكم بالشكل ده. اشمعنى بقى ديت ضفت لها المكونات دي كلها؟ لان ديت انا هستخدمها كتتبيله، يعني تتبيله مثلا اسماك، تتبيله فراخ، للفول، للحاجات دي. انا مش عايزه التوم هنا يطلع معايا ريحه خالص في الفريزر، بيقلب لي ريحه التلاجة. تعملي ايه؟ تجيبي الاكياس اللي فيها سوسته زي ما انتوا شايفين معايا كده. الاكياس ديت متوفره وموجوده عند المحلات اللي بتبيع مثلا مناديل الورق او الورق الفويل والحاجات دي. قولي له انا عايزه الاكياس اللي هي محكمه الغلقه، هيديها لك. او مثلا ممكن تجيبوها من ايكيا زي ما انا عملت كده، بس الافضل ان انت تجيبيها من عند المحلات التانية، لان ايكيا بيبقى غالي شويه وبتديكي نفس النتيجه. على فكره ده ما فيهوش اي مشكله، ده دول كمان كانوا متبقيين عندي، فحبيت ان انا اعمل فيهم التوم المره دي. لكن بعد كده هشتري من الاكياس التانية نظرا لايه لارتفاع الاسعار. بتوزعي الكميه بقى طبعا زي ما انت عايزه، وتضيفيها في علبه تانية كبيره محكمه الغلق، وتضيفيها بقى ايه جوه الفريزر. اضمن لك بقى بعد الفيديو دوت التوم مش هيعمل ريحه خالص، التوم هيبقى زي الفل وابيض لغايه اخر واحده معاكي، وكمان الطعم مش هيختلف معاكي خالص، لان احنا نعتبر ان احنا ما ضفنالهوش اي حاجه جديده او غريبه. انا كده خلصت فيديو النهارده. لو شايفه ان نشوتك حبيبتك بتقدم لك محتوى هادف، شجعيها بلايك كتير وشير كتير. بحبكم قد كده اهو. اشوفكم بكره ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده مع مطبخ نشوى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.